مرحبا فاكر اجمد إلا الورش أنا أجبر ما بس شو لا ولا حتى استخدم كما تبيش بلا مناشي. هذا والد آرتيش الذي استشهد على حاجز لواء قامشلو المندمج ضمن الجيش السوري. جاءت هذه الحادثة بعد توترات شهدتها مدينة سريكانية رأس العين عقب منع المهجرين قسرا من العودة إلى ديارهم، وما رافق ذلك من إنزال العلم السوري ثم حملات تحريض وفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي. لا يمكن الجزم بأن ما حدث في سريكانية مرتبط بذلك، لكن إن كان مرتبطا فلنتوقف ونسأل: هل كان إنزال العلم أو رفعه يستحق كل هذا؟ العلم رمز والرموز يجب أن تحترم، لكن ماذا عن الإنسان؟ هذا الأب أمامكم لم يفقد رمزا بل فقد ابنه، فأيهما أولى بالاحترام؟ الرمز الذي صنعه الإنسان أم الإنسان الذي خلقه الله؟